تخيل ان الطيارة اللي انت راكبها وقعت بيك في وسط جبال تلج معزولة عن العالم، مفيش اكل ولا شرب ولا وسيلة اتصال، واصحابك بيموتوا قدام عينيك واحد ورا التاني، والحل الوحيد عشان تعيش هو انك تعمل اكتر حاجة بشعة ممكن عقلك يتخيلها. النهاردة هنحكي قصة حقيقية حصلت سنة 1972 لشباب اتحولوا من مجرد لعيبة رياضة لناجين في جحيم التلج، وقرار واحد يخليهم يعيش بس هيدفعوا ثمنه غالي قوي من أرواحهم. بيبدأ فيلمنا يوم 13 أكتوبر سنة 1972. فريق للعبة الرجبي أورجواني معروف باسم أولد كريستيانز بياخدوا طيارة عشان يسافروا لتشيلي عشان يحضروا مباراة خاصة، وأغلبهم ما كانش خرج بره البلد قبل كده، فكانوا كلهم في قمة حماستهم، حتى ان في افراد من عائلاتهم سافروا معاهم عشان يشجعوهم. ولما بيبداوا يقربوا من جبال الانديز اللي بتفصل بين تشيلي والارجنتين، الطياره بتبدا تتهز جامد كذا مره. واحد من الركاب بيشرح ان الرياح الدافئه من الارجنتين بتصطدم بهواء الجبل البارد، وده بيعمل عمليه شفط بتسبب اضطرابات جويه بسيطه، لكن مع استمرار الطياره الوضع بيسوء والاضطرابات بتبقى اعنف، وفجاه الطياره بتنزل لتحت لمسافه اميال. الطيارين بيحاولوا يجبروا الطياره انها تكمل وسط الرياح العاصفة، والكل بيمسك في مكانه وهو بيشوف حاجته بتقع في الممر، واللحظة واحدة بيشوفوا الشمس، بس فجأة الطيارة بتهبط تاني وبتخبط في الجبل وبتتكسر نصين. واحد من اللعيبة بيطير بره مع ديل الطيارة اللي اتفصل، والجزء القداماني بيفضل مكمل لحد ما بيصدم في التلج، فالكراسي بتدخل في بعضها وبنشوف ناس كتيرة بتموت بطرق بشعة وصعبة جدا، وواحد ورا التاني الناجين بيحاولوا يفوقوا من الصدمة وبيسيبوا كراسيهم عشان يساعدوا الركاب اللي اتحشروا، والدم كان مغرق المكان في كل حته. واتنين من طلبة الطب بيحاولوا يوجهوا الناس اللي عندهم كسور في اطرافهم ويساعدوهم يهدوا، وفي شوية شباب بيروحوا يطمنوا على الطيار لكنه بيموت بعد كام كلمة بس، والراديو حتى ما كانش شغال، والكل بيبدأ يصرخ عشان يطلب المساعدة، بس للأسف مفيش فايدة، ودرجة الحرارة بتبدأ تنزل بسرعة جدا خصوصا لما الليل بيدخل. فالناجين بيضطروا يتجمعوا ويخشوا جوه جسم الطيارة، وبيستخدموا الجثث والشنط عشان يسدوا اي فتحات بتدخل هواء. كتير منهم ما كانوش قادرين يبطلوا عياط او صراخ من كتر الرعب، فبيحاولوا على قد ما يقدروا يهدوا ويطمنوا بعض. ولما الصبح بيطلع بيكتشفوا ان في كذا واحد كمان ماتوا من البرد والتجمد. العاصفة كانت هديت والشمس طالعة قوية، فبدأوا يبصوا حواليهم ومش بيشوفوا غير تلج وجبال ممتدة لأميال. وهنا المجموعة بتقرر انهم لازم يبدأوا يشتغلوا عشان يقدروا يعيشوا. بيطلعوا الكراسي وحطام الطيارة بره عشان يوفروا مساحة للكل ينام فيها بالليل، وبعدها بينقلوا المصابين لمكان توصل له الشمس اكتر، وبيدوهم الاولويه في الرعايه، واي حاجه بيلاقوها ممكن تنفعهم بيشيلوها في الشنط عشان يحافظوا عليها، وبيفتشوا كل الشنط بدقه عشان يدوروا على اي لقمه ياكلوها. اما الجثث فبينقلوها بعيد عن الطياره وبيحطوهم جنب بعض وبيغطوهم بالتلج عشان ما يعفنوش، على امل انهم ياخدوهم معاهم لما المساعده توصل. وفي اول يوم بس كان عندهم 11 جثه، ده طبعا غير الشاب اللي طار مع دير الطيار. وبعد ما بينظموا نفسهم بياكلوا وجبه خفيفه جدا، وبيبداوا من اول لحظه يوزعوا الاكل بحساب عشان يكفيهم اطول فتره ممكنه. وفجاه بيسمعوا صوت طياره معديه فوقيهم، فبيفضلوا يصرخوا ويشاوروا لهم بايديهم، بس للاسف محدش بيشوفهم. وفي ليلتهم التانيه بيدخلوا يناموا جوه الطياره، وبيستخدموا الهدوم اللي في الشنط كانها بطاطين، وبيسدوا الفتحه الكبيره اللي في جسم الطياره بالشنط. وفي اليوم الثالث ناندو بيفوق اخيرا. ناندو كان غايب عن الوعي من وقت الحادثه، فبيضطروا يشرحوا له كل اللي حصل. جسمه كان في حاله ضياع وتعبان جدا، ومع ذلك بيسحل نفسه على الارض عشان يروح يقعد جنب اخته اللي هي كمان كانت حالتها صعبه جدا. ولما ناندو بيسال عن امهم للاسف بيعرفوه انها ماتت، فبيبدا يفكر في ابوه اللي بقى لوحده في اورجواي. بعدها بيستخدموا شويه قطع معدن عشان يدوبوا التلج ويحولوه لميه شرب، وكمان بيعملوا علامه اكس كبيره قوي على الارض باستخدام الشنط على امل ان اي طياره معديه تشوفها. ولما بتظهر طياره تانية في السماء بيحاولوا يعكسوا ضوء الشمس عليها بالمرايات، وبيفضلوا يصرخوا باعلى صوت. وفي واحد منهم بيلاحظ ان اجنحة الطيارة اتهزت، فبيعتبروا ان دي اشارة انهم اتشافوا خلاص. لكن تاني يوم بيسمعوا صوت الطيارة تاني بس من بعيد، وده معناه انهم بيدوروا في منطقة تانية خالص ومحدش شافهم ولا حاجة. هنا المجموعة بتبدأ تتناقش في حلول تانية عشان يعيشوا، وبيفتكروا ان كان في بطاريات في ديل الطيارة، فبيقرروا يخرجوا يدوروا عليها. وبعد ما بيصنعوا نظارات من المرايات وجلد الكراسي عشان تحميهم من زغللة التلج، في 4 منهم بيبدأوا رحلة صعود الجبل عشان يلاقوا الديل. واول ما بيطلعوا
كام ميل بيكتشفوا الصدمة، وهي ان مكان الحيطان مستحيل يتشاف من بعيد بسبب التلج اللي مغطي كل حاجة، وده معناه ان فرصة ان طيارة الانقاذ تلاقيهم بقت شبه مستحيل. وفي اللحظة دي بيلاحظوا ان في تلج بدأ ينزل، فالاربعة بيقرروا يرجعوا لمكان الحيطان مؤقتا. ومع مرور الايام وبعد اسبوع بالظبط الاكل اللي معاهم بيخلص تماما. المكان ما كانش فيه لا حيوانات ولا زرع، حتى لما حاولوا ياكلوا شوية طحالب من على صخرة لقوا طعمها مقرف جدا وما يتاكلش. وهنا ناندو بيقولها صريحة بقى: انا مستعد اكل جثث الموتى لو اضطريت لكده. وفورا بتبدأ خناقة وجدال كبير بينهم، هل هينفع ياخدوا لحم الركاب اللي ماتوا عشان يعيشوا؟ بعضهم لاحظ ان لون البول بتاعهم بقى اسود، والتانيين كانوا خايفين يتحبسوا لو عملوا كده، وللاسف ما وصلوش لاتفاق في الاخر. ومع مرور الوقت الجوع بيوصل بيهم لمرحلة اليأس، لدرجة انهم بدأوا ياكلوا اي حاجة تقع تحت ايديهم زي رباط الجزم والسجاير، وده طبعا خلى لون البول بتاعهم يبقى اغمق واغمق. وفي اليوم الثامن اخت ناندو بتموت، وواحد اسمه كوكو بيقرر يكتب رسالة لاهله بيوصف لهم فيها المأساة اللي هم فيها، وفي نفس الوقت بيوصف جمال المكان اللي هم محبوسين فيه. وبتمر عليهم عواصف تانية في الايام اللي بعدها، وبيقدروا ينجوا منها بانهم بيستخبوا جوه حطام الطيارة. لكن في اليوم التاسع نص المجموعة خلاص طاقتهم بتخلص، وبيعلنوا عن قرار صادم، وهم انهم بيدوا الاذن للباقيين انهم ياكلوا جثثهم لو ماتوا. وبعدها بيطلعوا بره وبحتة زجاج مكسورة بيبدأوا يقطعوا لحم من الجثث عشان يقدروا ياكلوها ويعيشوا. ولما الباقيين بيشوفوا المنظر ده في شوية منهم بيغيروا رأيهم وبينضموا للمجموعة اللي بره وبياكلوا هم كمان. وما بيفضلش غير 5 أشخاص بس هم اللي رافضين تماما فكرة أكل لحم البشر. تاني يوم بيبدأوا يعملوا نظام عشان يداروا أغلب الجثث وهم شغالين، عشان الموضوع ما يبقاش بشع وشكله مرعب، والناس اللي مش بتشارك في التقطيع ما يبقاش شكل الجثث قدام عينيه. وكمان بدأوا يسيبوا قطع اللحم تحت الشمس عشان تتدفى شوية وياكلوها. وبعد فترة بيلاقوا شنطة جديدة مدفونة تحت التلج وبيتفاجئوا إن جواها راديو، وبعد ما بيصنعوا اريال بسيط بيقدروا يشغلوا الراديو. بس الصدمة كانت كبيرة لما سمعوا في الأخبار إن الحكومة قررت توقف البحث عنهم بعد 66 محاولة فاشلة، والمجموعة كلها بتنهار وبيفقدوا الأمل تماما. وفي 4 أشخاص كمان بيستسلموا وبياكلوا من لحم البشر. وبعدها 3 من الشباب بيقرروا إنهم لازم يخرجوا يدوروا على ديل الطيارة بجد المرة دي. وأول حاجة بيلاقوها في طريقهم هي شوية حطام و5 جثث، من ضمنهم الشاب اللي الطيارة شافته وهي بتقع. وبيكملوا طريقهم بأقصى سرعة يقدروا عليها، بس الموضوع كان في منتهى الصعوبة لأنهم طول ما هم طالعين بيتزحلقوا، ده غير الرياح التلج اللي كانت بتخلي النفس صعب جدا. وبالليل بيتحشروا في بعض جنب جدار جبل وبيحاولوا يناموا وسط عاصفة مرعبة بتمطر تلج حواليهم. ولما بيصحوا الصبح والتلج مغطيهم بالكامل بيكونوا لسه عايشين، لكن في واحد منهم فقد بصره والاتنين التانيين بقوا في قمة الضعف. فبيقرروا يرجعوا تاني بانهم يتزحلقوا على حتة من حطام الطيارة. وبعد التجربة المرعبة دي اخر واحد كان رافض ياكل لحم البشر بيوافق اخيرا وهو بيعيط ونام ودموعه على خده. وفي اليوم ال17 كان بقالهم 5 ايام محبوسين وسط العاصفة، وفضلوا جوه الطيارة بيحكوا قصص لبعض عشان يرفعوا روحهم المعنوية. وفجأة بيحصل انهيار تلجي وبيدفن الطيارة باللي فيها وبيملاها تلج. الناس اللي قدرت تفضل فوق التلج دخلوا في حالة فزع، واحد منهم طلع بره يشوف ايه اللي حصل، لقى ان العاصفة بقت اسوأ بمراحل. بمنتهى اليأس بدأوا يحفروا في التلج بايديهم عشان يطلعوا الركاب اللي اتدفنوا، ووصل بيهم الحال انهم كانوا بيعملوا حمام على التلج عشان يسيح اسرع ويقدروا يوصلوا لاصحابهم. وبعد مجهود جبار وصريخ وتعب قدروا يطلعوا كل ما عدا 6 واحدة كانت مدفونة في حتة غويطة جدا وماتت بسرعة. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت غريب ومرعب، وبيكتشفوا ان في انهيار تلجي تاني جاي عليهم وبيدفنهم من تاني وبيموت فيه كذا راجل من ضمنهم كابتن الفريق. الناجين بيحفروا شوية فتحات بسرعة عشان يقدروا يتنفسوا، وطول ما هم مستنيين ما كانش قدامهم غير الصلاة والدعاء وهم سامعين اصوات الانهيارات التلجية حواليهم. ولما بيستردوا شوية من طاقتهم بينقلوا ال8 جثث اللي ماتوا في ركن بعيد. وفي اليوم ال18 وهم مدفونين بقالهم يومين الجوع بيبدأ ينهش فيهم لدرجة مؤلمة جدا، وما كانش قدامهم اي مهرب غير انهم ياكلوا من جثث اصحابهم اللي لسه ميتين معاهم. بس المرة دي الموضوع كان اصعب بمراحل لانهم مش عارفين يداروا الجثث في التلج زي المرة اللي فاتت، فكانوا شايفين وشوش اصحابهم اللي بياكلوهم وعارفينهم بالاسم. الموقف ده بيخلي نوما يتجنن من الغضب وبيبدأ يحفر ويكسر في شبابيك الطيارة بجنون، لدرجة ان الازاز جرح رجله جرح عميق، بس ده ما وقفوش وفضل يحفر ويحفر.
وفي اليوم ال20 بيقدر أخيرا يفتح فتحة في التلج كبيرة كفاية إن باقي الناجين يخرجوا منها، وبعد لحظة راحة بيستمتعوا فيها بإنهم لسه عايشين المجموعة بتبدأ تشتغل عشان يحفروا ويطلعوا الطيارة من تحت التلج. نوما بيكتشف إن عنده جرح في رجله ما كانش حاسس بيه بسبب البرد والتجمد، بس بيطنش الوجع وبيكمل مساعدة زمايله. ومع الوقت الأيام المشمسة بتساعدهم إنهم يخرجوا جسم الطيارة بالكامل، وبيبدأوا يفكروا تاني إنهم يبعتوا رجالة تدور على طريق الخروج، بس لسه عندهم مشكلة إنهم مستحيل يعيشوا وسط البرد القاتل بتاع الليل بره. وفي الآخر بيقرروا يستنوا كام يوم كمان على أمل إن الصيف قرب ودرجة الحرارة تتحسن شوية. في اليوم ال34 الجليد بيبدأ يسيح أخيرا، والراجلين اللي كانوا مصابين من البداية حالتهم بتسوء جدا، وطلبة الطب بيبقوا عارفين إن مفيش في إيديهم حاجة تانية يعملوها. وفي خلال ساعات بسيطة بيكتشفوا إن كوكو الرئة بتاعته اتملت سوائل، ورغم محاولاتهم لإنعاش قلبه وتنفسه ما بيقدرش يتنفس وللأسف بيموت. ولما بييجوا يخرجوا جثته بيلاقوا الرسالة اللي كتبها وبيشيلوها في مكان آمن. وفي اليوم ال36 الجو بيتحسن كفاية لدرجة إن روبرتو وناندو وتنتين ونوما بيقرروا يخرجوا في رحلة بحث جديدة، وهم لابسين طبقات كتيرة من الهدوم فوق بعضها عشان يقدروا يستحملوا برد الليل القاتل. بعد شوية نوما بيحس بدوخة وبيقع على الأرض، وبعد ما جرح نوما اتلوث بالغرغرينة رجع للحطام لوحده وودع المجموعة اللي كملت طريقها، وهناك عاش لحظاته الأخيرة وهو بيشوف زمايله بيموتوا حواليه. في الوقت ده المجموعة اللي خرجت لقت ديل الطيارة ورجعوا محملين بخيرات وبلطوهات وشوكولاتة وبطاريات، وحاولوا يشغلوا الراديو الكبير عشان يستنجدوا بحد، بس المحاولة فشلت تماما واليأس بدأ يتسرب لقلوبهم. مع مرور 58 يوم الجوع رجع ينهش فيهم من تاني، فاضطروا يرجعوا ياكلوا من الجثث كروتين يومي. نوما قبل ما يموت ساب لهم رسالة مؤثرة بتديهم الإذن ياكلوا جثته عشان يعيشوا، وبيقول لهم إن مفيش حب أعظم من إن الواحد يضحي بحياته عشان صحابه. الكلمات دي كانت الدافع إن الثلاثة الصحاب ياخدوا قرارهم الأخير بالخروج. خيطوا كيس نوم عملاق من قماش الديل عشان يحميهم من برد الليل، وبدأوا رحلة انتحارية لتسلق جبال الانديز ناحية تشيل. في قمة الجبل اتصدموا إن الطريق لسه طويل جدا، فقرر تنتين يرجع للحطام عشان الأكل يكفي روبرتو وناندو، بس الثنائي كملوا مشي أيام وليالي وسط الصخور والتعب لحد ما بدأت علامات الحياة تظهر أخيرا. وشافوا راجل راكب حصان على الناحية التانية من النهر، بالورقة والقلم كتبوا قصتهم ورموها له. الراجل مجرد ما قراها اضطر يبلغ السلطات. أخيرا في اليوم ال71 وصلت طيارات الهليكوبتر للحطام وسط فرحة وصرخات هستيرية من ال16 واحد اللي فضلوا عايشين، ولما وصلوا المدينة استقبلوهم كأبطال. في النهاية ال16 واحد اللي رجعوا ما كانوش مجرد ناجين من حادثة طيار، دول كانوا ناس شافوا الموت بعينيهم ورجعوا منه بمعجزة. ورغم انهم سابوا الجبل الا ان الجبل فضل جواهم، لدرجة انهم في اول يوم ليهم في المستشفى ما سابوش بعض وناموا كلهم في حضن بعض زي ما كانوا بيعملوا في عز التلج. القصة دي بتعلمنا ان الامل ما بيخلص، وان مفيش تضحية اعظم من انك تدي حياتك لغيرك عشان يعيش. دي كانت حكاية معجزة الانديز اللي اثبتت ان الروح البشرية اقوى من الجحيم، وللاسف دي كانت قصة حقيقية حصلت بالفعل. وبكده فيلمنا يكون خلص النهاردة. يا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك واعمل لنا كومنت وقول لنا رأيك فيه، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.